دخلنا الشتا يعني العيال تعبت، يعني عايزين كل يوم شوربة ورز أو شوربة خضار، وطبعًا مع الظروف الاقتصادية الحالية ما ينفعش نعمل كل يوم فراخ بلدي، فأنا عندي حل باعمله وبتطلع طعمها حلو جدًا. أول حاجة باجيب وراك عادي جدًا، فراخ بيضة باغسلها بملح وليمون، وباعمل حاجة كده اسمها مرتة زي جدودنا كده وأمهاتنا بتاعة زمان. قطّعي بصلاية حُطّي عليها ملح وفلفل أسود و7 بهارات، ولو عندِك أي نوع تاني من التوابل بتحبيه حُطّيه، أنا باحب الخرنجان وباحطه، وباقلّبه بعد كده على الفراخ. بالاقيها بعد كده نزّلت الشوربة أو السُمُونية بتاعتها، وريحتها مع التوابل بقت ريحتها حلوة جدًا، من غير طبعًا ولا زيت ولا سمنة ولا زبدة ولا أي حاجة خالص، هي الفراخ كده صحيحة مع التوابل تتشوح وهي نيّة. بعد كده هتعملي إيه، هتدفّي لتر مَيّة، طبعًا حسب كمية الفراخ، أنا جايبة وراك، وطبعًا الوراك عشان هي هتنزّل لي سُمُونية حلوة كده وتعمل لي شوربة محترمة زي ما بيقولوا، عليها القيمة. باحط عليها لتر مَيّة دافية أو لتر ونُص، حسب يعني إيه زي ما قُلنا، حسب عدد الفراخ وحجمها، واسيبها كده وأهدّي النار وسط، واسيبها كده تستوي مع بعضيها. عايزة تزوّدي أي نوع بقى، في ناس بتحب تحط معاها جزر وكرفس والحاجات دي، بس أنا باحبها إيه، الشوربة البيضا بتاعتنا بقى بتاعة زمان كده، عشان أعرف أعمل بيها محشي، أعرف أعمل بيها شوربة خضار للعيال العيّانة دي، أعرف أحط فيها رُز، أعمل أي حاجة، فباعملها شوربة بيضا وبتطلع شوربة جميلة. بعد شوية بعد ما بيستوي زي ما أنتم شايفين، شايفين الشوربة وجمالها؟ جميلة وخطيرة وريحتها حلوة جدًا، جدًا، تقدري تعملي بيها أي حاجة. شايفين بقى كده كمان بعد ما غطيتها وسِبتها، كمان عملت لي الوش اللي هي إيه، السُمُونية بتاعة الفراخ البلدي، طبعًا ما فيش مقارنة، الفراخ البلدي أحسن، بس بالظروف اللي إحنا فيها لازم تفكّري وتعرفي تعملي شوربة. حُطّيها في أكياس بقى وحُطّيها في الفريزر لوقت اللزوم.